السلام عليكم صحباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب روسات زاهيه. جبت لكم اليوم وصفه اقتصاديه وبزاف بنينه ومفرمجه كما راكم تشوفوا معايا في الصوره. جبت لكم اليوم السلق مفرمج وبزاف شباب. مكاش لا بريبار فينا ما يبغيش السلق، بصح بهذه الوصفه الاقتصاديه حتاكلوه وحيجي بزاف بنين. نصلوا على رسول الله ونبداو المقادير. طريقه التحضير عليه افضل الصلاه وسلام. عندي هنايا في المقله درت الزيت تسخن كما راكم تشوفوا صحباتي. درت الزيت تسخن، خلي الزيت تسخن مليح على نار متوسطه. ودرت هنايا 5 فصوص تاع الثوم درتهم يتقلاو. ومن جهه اخرى عندي السلق اللي قطعته وغليته في الماء، ما ديروا له لا ملح لا والو، غليته في الماء وخليته قطعته غليته في الماء وخليته يكطر على جهه. ودرت المقله تاعي هنايا تسخن بالزيت، زيت غير شويه كميه قليله وشويه نتاع الثوم. 5 فصوص نتاع الثوم، راني نقول صحاباتي ونعاود 5 فصوص تاع الثوم في 2 ربط نتاع السلق. انا قطعتهم، بغيت كميه بزاف كبيره باسكو حنايا الله يبارك علينا كنا افراد العائله كنا كامل في الدار. انا درت هذه الطريقه باه يتكلنا السلق. ودرت هنايا ملعقه نتاع هريسه، ولا كي باغي تزيدي مغرف طوماطيش مصبره زيدي مغرف طوماطيش مصبره، انا نفضل ندير غير الهريسه. وهذا السلق بعد ما تقلى الثوم درت له السلق اللي غليته من قبل كما قلت لكم حبيباتي. ودرت هنايا شويه تاع الملح. البنات الملح ما تقووش بزاف باسكو السلق تاعنا ما يبغيش الملح، خاصه الحشيش وكامل ما يبغوش الملح بزاف، بالخف يملاحوا. ودرت هنايا العقاقير وحركت مليح. بغيتي تزيدي عندك زنجبيل زيدي، كيما بغيتي لي زيبيس ديرو، كيما بغيتي تنكهي ديري له. ونخليه يطيب على نار قليله، نزيدو نغلوه ونزيدو هنايا ثاني كنزيدو يتقلي، خليه يطيب ويدي هذيك النكهه تاع الثوم. انا نبغي الثوم في السلق كيما راكم تشوفوا حبيباتي. هنايا يكون طايب، وخاصه كي يكون طري وجديد وشباب، رانا في الموسم تاع السلق. الا جبوه لكم ديروه بهذه الطريقه وردوا لي الخبر. بعد ما تقلى لي صحباتي انا جبت هنايا كنت غليت البطاطا وقليتها انا ما كانش عندي البطاطا كشغل عادي، كانت عندي غير رقيقه. غليتها وقليتها بهذه الطريقه وخلطتها مع السلق. بعد ما طاب لي السلق مع هذاك الثوم ودا هذيك النكهه تاعو، زدت له البطاطا نتاعنا وخلطتهم وخليتهم يطيبوا واحد 2 دقائق ولا 3. صحاباتي ديروا لايك وديروا الاشتراك في القناه باه يوصلكم كل جديد. بعد ما تخلطوا واحد 2 دقائق زدت لهم لا كريم فريش كيما راكم تشوفوا صحاباتي. لا كريم فريش تاع طياب. شوفوا صحاباتي ديروا لا كريم فريش تاع طياب كاس ولا ديروا كاس ونص في 2 ربط تاع السلق، تعطي واحد البنه واحد التفرميج ما نحكيلكش. ومن بعد كي تغلي لا كريم فريش تاعي شويه ندخلوها هكا شوي في الوسط تعطي ثاني البنه تاعها في السلق والبطاطا. نزيدوا هنايا البيض، قيس اللي كان عندك 3 حبات 4 حبات، وزدت ثاني الفرماج طاري يعطي لها بنه شابه. ولا ما كانش عندك الفرماج طاري تنجمي غير لا كريم فريش وراح تعطيك بنه شابه. بصح البيض لازم في الوصفه نتاعنا. شوفوا صحاباتي هذه الوصفه اقتصاديه وبزاف بنينه، جربيها وخلي لي رايك في التعليقات. هذه راكي دبرتي حشاك كيما العاده والعوايد. هاكي هنايا دبرتي حشاك، ديري غير شلاضه معاه وبصحه وراحه. انتظروني الفيديو الجاي ان شاء الله، ما على باليش ندير لكم اطياب ولا حلوه تقليديه. هذه هي صحباتي، ما بقى لي غير نقول لكم بصحتكم تهلاو في روحتكم. الفيديو الجاي ان شاء الله بلا ما تنساو دعاويكم، ادعوا لي صحباتي باه نزيد نحط لكم وصفات بزاف. وراني محتاجه دعمكم باسكو مانيش نتلقى كاع دعم بزاف. دعموني هذه هي اللي نقولها. واي حاجه اي وحده تبغي وصفه ولا تبغي اي حاجه قولوا لي نديرها لكم. مع السلامه.